خطواتك ميزان صحتك. تعتبر رياضة المشي من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأسهلها ممارسة. المشي بانتظام يساهم في المحافظة على الوزن الصحي ويقي من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري. وإذا كنت تعاني من القلق والاكتئاب فعليك بالمشي، لأنه يساعد على تحسين المزاج ويضبط توازن الجسم عن طريق تعزيز تدفق الدم فيه. تنصح جمعية القلب الأمريكية بممارسة 150 دقيقة مشي أسبوعيا على الأقل، أي ما يعادل 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام. وحتى يكون المشي رياضة آمنة للجميع، لا تنسى أن تهتم بالنصائح التالية: تجنب الأكل قبل وبعد المشي مباشرة حتى لا تتعرض لاضطرابات هضمية. وفي حالة إصابتك بمرض الربو فيمكنك ممارسة المشي مع التنبه إلى استخدام جهاز الاستنشاق قبل البدء بنصف ساعة على الأقل. ولأن رياضة المشي ليست مخصصة لأعمار محددة، وجب التأكد من أن المكان آمن لكبار السن والأطفال، بحيث تكون أرضية المشي مسطحة وغير شاقة. ويمكن للبعض أن يتساءل: كيف أقنع أطفالي بممارسة رياضة المشي؟ الجواب: ركز على وجهة محببة لأطفالك مثل الحديقة أو الملعب، واحرص دائما على اختيار مسار متعرج لهم، ولا تنسى تشجيع طفلك وتحفيزه حتى يستمر. وحتى تكون عدد خطواتك في ميزان صحتك، من المهم أن تنتبه أثناء المشي لرفع الرأس والنظر إلى الأمام مع استرخاء الرقبة والأكتاف وعدم الانحناء إلى الأمام. وأثناء المشي حرك ذراعيك بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين، واحرص على شد عضلات البطن مع استقامة الظهر بشكل مناسب، وأيضا مراعاة مرونة حركة الركبة. ولا تنسى اختيار حذاء مناسب للمشي